بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في حديث بيقول لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. مفيش حيلة في الرزق، الرزق جاي لك وهيخبط على بابك. والشيخ الشعراوي بيقول لو كان الحرام استنى انه ما يسرقش كان هيجيله اللي هيسرقه ده في الحلال، لكن هو خده في الحرام وهو ده رزقه بس في الحرام. فيا جماعة رزقك لازم تبقى على يقين وانت بتعمل بالاسباب ان رزقك جاي لك. والنبي عليه السلام قال لو توكلت على الله حق توكله لا رزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. بتبدأ يومها جعانة وبتسعى وبترجع بطنها مليانة وما بتعرفش رايحة فين ولا جاية منين ولا مخططة اي حاجة. الموت طبعا محدش، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. محدش يعرف ساعته هتبقى امتى والسبب بتاع الوفاة يبقى ايه، لكن هو في الاخر السبب الرئيسي هو انه عمره واجله خلص. فمحدش يعني ينأنب نفسه لو كان حصل، لو كان عمل، هو كده كده الميعاد محدد ومرتب من بني آدم جنين في بطن أمه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمتنا وأن يحسن ختامنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.